وصفتنا لليوم عشوة دافية بطريقة جدا سهلة وجدا لذيذة وطعم أكيد حيعجبكم. لازم تجربوا الطريقة وتعتمدوها، من جد طعمها لذيذ. أول حاجة غسلت البطاطس كويس حقتي، نزلت عليها رشة زيت زيتون وثوم بودرة وبصل بودرة. بعدها حضيف عليها الزعتر البري ورشة ملح وأقلبها وأدخلها الفرن لحد ما تستوي تماما. في مقلة على النار حنزل الزبدة والبصل والثوم والدجاج، أقلبه لحد ما يتغير لونه. أضيف عليه الجزر والبابريكا وكمان الثوم بودرة ورشة من الملح والفلفل الأسود والذرة وأقلبهم. أضفت الكريمة والبقدونس وخلاص أرفعها عن النار. بعد ما البطاطس استوت عملت فيها كده حفرة صغيرة في النص، وأنزل باقي كمية الخلطة والكريمة والجبنة والفلفل إذا تحبوا ودخلوها الفرن. طبعا ما أوصف لكم طعمها بعد ما طلعت من الفرن وكيف ريحتها، من جد لذيذة. وبالعافية عليكم، لازم تجربوها.